حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تفاصيل المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمباراة النهائية من البطولة بعد الفوز على حساب دريمز الغاني ب3 أهداف دون رد في لقاء الإياب لدور نصف النهائي من البطولة، والتأهل بمجموع المباراتين. وحدد الكاف في وقت سابق شكل نهائي طبقا لقرعة البطولة على تفاصيل إقامة مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة لمواعيد إقامة المباريات. ومنح كاف تحديد أماكن المباراة النهائية ميزة لفريق نادي الزمالك في المباراة النهائية بإقامة مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد إقامة مباراة الذهاب خارج البلاد. موعد مباراتي نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بإقامة مباراة الذهاب يوم 12 مايو الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 19 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي. وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد تغلبه على فريق دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين، وذلك بعد التعادل على استاد القاهرة الدولي في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي بدون أهداف، قبل أن يفوز الفريق بثلاثية نظيفة في غانا في لقاء الإياب. ألف مليون مبروك لنادي الزمالك، وعقبال يا رب إن شاء الله الفوز بالبطولة الكونفدرالية والتتويج بالبطولة ويفرح كل جماهير نادي الزمالك بإذن الله إن شاء الله.